تخيل إنك في يوم تصحى وإنت مليان طاقة، واثق من نفسك، بتحس إنك تقدر تغير العالم، وبعدها بأيام فجأة تلاقي نفسك محطم، ما عندك طاقة حتى تقوم من السرير. المشاعر دي مش مجرد تقلبات مزاج عادية، دي ممكن تكون علامة على اضطراب ثنائي القطب. ما هو اضطراب ثنائي القطب؟ اضطراب ثنائي القطب هو حالة نفسية مزمنة بتتسم بتقلبات شديدة في المزاج. الشخص بيعيش بين نوبتين متضادتين، الهوس أو النشوة. الاكتئاب أعراض نوبة الهوس: شعور مفرط بالفرح أو الثقة بالنفس، قلة الحاجة للنوم، كلام سريع وأفكار كثيرة، سلوك متهور زي التبذير أو التصرفات الخطيرة، سهولة التشتت. أعراض نوبة الاكتئاب: حزن شديد أو يأس، فقدان الشغف بالحياة أو الأنشطة اليومية، اضطرابات في النوم، زيادة أو قلة، تعب مزمن، أفكار انتحارية. كل من يعاني من اضطراب ثنائي القطب يتنقل بين النقيضين، مش شرط. فيه أنواع من اضطراب ثنائي القطب. الأولى: النوع الأول، نوبات هوس شديدة، ممكن تستدعي دخول المستشفى، وغالباً معاها نوبات اكتئاب. النوع الثاني: نوبات اكتئاب مع نوبات هوس خفيفة، اسمها هايبومانيا. الاضطراب المزاج الدوري سايكلوثيميا، تقلبات خفيفة مزمنة بين الهوس الخفيف والاكتئاب الخفيف. أسباب اضطراب ثنائي القطب: الأسباب بالضبط مش معروفة، لكن فيه عوامل بتلعب دور: وراثة، وجود تاريخ عائلي للمرض، خلل كيميائي في المخ زي الدوبامين والسيروتونين، ضغوط نفسية شديدة أو صدمات في الطفولة. هل له علاج؟ أيوة، لكن محتاج متابعة مستمرة. العلاج بينقسم الأولى: أدوية زي مثبتات المزاج زي الليثيوم بلس، أحياناً مضادات اكتئاب أو أدوية للذهان. المرحلة الثانية: العلاج النفسي زي العلاج المعرفي السلوكي، بيساعد المريض يتعامل مع تقلباته المزاجية. ثالثاً: دعم اجتماعي، العيلة والأصدقاء ليهم دور مهم. النمط الرابع من حياة صحي: نوم منتظم، تقليل التوتر، ومتابعة مستمرة مع الطبيب. اضطراب ثنائي القطب مش ضعف ومش دلع، هو مرض نفسي زي أي مرض عضوي، محتاج فهم، دعم، وعلاج مستمر. المريض ممكن يعيش حياة مستقرة وناجحة لو اتشخص صح والتزم بالخطة العلاجية. لو حسيت إن في حد قريب منك بيعاني من الأعراض دي، ما تترددش تساعده أو تشجعه يروح لطبيب نفسي. الدعم والوعي هم أول خطوة في طريق الشفاء. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستناني في فيديوهات تانية عن علم النفس. سلام.